أم عارفين لما تحسوا او بعد الشر عليكوا يعني يجيلك يوم كده بيبقى فيه تجارب 15 سنة مرة واحدة وقعوا على نافوخك، ولازم تستوعبهم وتحللهم صح وتحط كل حاجة في الأوض الصح وتنفذ بحكمة وهدوء وصبر وسرعة. متفهمش الصبر والسرعة بيجوا منين، بس انت لازم تنفذ بالأسلوب ده عشان انت عايش في أمريكا بلد القوة، ما فيش دماغ، ما فيش حيل، ما فيش أي وقت للمشاعر، الجو ده انسي. فبس في نفس الوقت يجيلك 15 واحد يدوك علقة صح، يوقعوك يكسحوك، وانت ونصيبك بقى هتقع قد ايه. ممكن ما تقومش، ممكن تقوم مكسح، ممكن تقوم متدمر. انا بقول هايبوثيتيكلي، انا عمري ما اتضربت منظري يخوف اصلا. انا اللي ما شافنيش، انا طولي 179 سنتي، وزني وانا رفيعه او انا فت يعني فيزيك بتاع 80 كيلو عضلات. فايه الناس هنا بتفتكرني في الجيش، يقول لك انت اريون سيرفيس، ولو الوش المصري ده قلب جبس وكشر and got serious محدش بيستحملني. فالحمد لله محدش بيضايقني، عمر ما حد اتعرض لي فيزيكلي يعني، بس انا بقول نفسيتي كانت حاسه ازاي. المهم فساعتها بقى الواحد بيحس برحمه ربنا. هل هتقوم في ساعتها او هتقوم بعديها بقد ايه معرفش، دي معجزه ربنا ليك وهديته ليك. فعشان كده انا قاعده دلوقتي عماله وانا قاعده بستنى طرزان اقول يا ترى انا عملت ايه حلو عشان ربنا يعمل معايا كده. الرحمه اللي انا حاسه بيها دلوقتي، صحيح مفيش ولا مشكله اتحلت، بس الشعور اللي كنت فيه من يومين غير الشعور اللي انا فيه دلوقتي خالص. انا من يومين كنت حاسه ان انا قاعده تحت قبر مليان ناس بتضربني ومحدش خالص عارف ينقذني. وبعدين وانا بس كنت الحاجه الوحيده اللي بعملها ان انا بقوم اتوضى واصلي، بس حتى مش عارفه بصلي ايه، 4 ركعات 3 ركعات، انا مش حاسه بحاجه. الحاجه الوحيده اللي شغاله بيا الجهاز التنفسي. واللي حواليا طبعا حتى ابو يوم يعني مش شايفين ومش فاهمين ان انت جت اهو شعرك لسه بيلمع وحلوه مش حاسين ان انت تعبانه بحاجه يعني. لولا الموضوع ده واللي انا بستنتجه يعني ان انا طول عمري الحمد لله يمكن عندي 99 عيب، بس الميزه الوحيده اللي انا متاكده منها ان الحمد لله قلبي ابيض دايما 24 يعني، دايما مهما حصل، مهما حد اذاني، حتى لو اذاني يبقى قصد، بقعد اقول يمكن مش قصدهم، يمكن مضطرين، يمكن مش فاهمين، يمكن حسبي الله ونعم الوكيل. وبعد فتره بسامح قوي وبنسى وممكن اساعدهم تاني وما فيش مشكله. عمري ما شلت اي حاجه منيره خالص يعني، ما فيش عمري. فيمكن دي حاجه الحلوه اللي عملتها في حياتي. والوحش according to family يعني وفريندز يقولك صورك لمي هدومك شويه بس عشان ربنا يحبك، انتي حلوه طيبه وبتاع حاجات دي. في طبعا ده الاسلوب الحلو، خدت في اساليب تانية كانت غبيه يعني. المهم ف ادبا مني بسود الدنيا على اللي هو انا مش قادره اتكلم، مش قادره ارد، لان ساعات طبعا في اللي هو مالك بتاعت انا عايزه اعرف حب استطلاع، ومالك اللي هو شماتة، ومالك اللي هو بقى ايه حفله في سواد، ايه اللي بيحصل يعني. بس انا طبعا مش مركزه، عمري ما بركز، والانسان عشان ينجح عمره ما يركز مع الناس اللي هي النفوس اللي عندها مشكله، او النفوس الضعيفه، او النفوس التعبانه. الحلو بقى ان سبحان الله والحمد لله قوي مليون مره جالي ناس من تحت الارض كده عايزه تشيلني شيل. في ناس عملت لها خير قبل كده، وفي ناس لسه ما عملتلهاش حاجه بس بتعملوا فيا خير، يمكن الله اعلم ايه السر. بس السؤال بس كفايه يعني، عندي يسوى ملايين الدنيا بما فيها I swear to God. في اللحظه دي الشخص اللي قال لي الطيب خاطري فعلا يعني وانا من جوايا حاسه كده،
عندي بالدنيا promise. مش عايزه اي حاجه، مش عايزه كوبايه قهوه حتى، بس هي الشعور حلو. thank you, that's how it should be. فبس كنت بتفرج على قصه حياه الايجو، الصقر. I feel like ان هو ربنا في ناس بيختارها زيه كده، اللي هو دايما طاير ودايما عالي ودايما مع نفسه فوق، وعمره ما بياخد فريسة غير فريسة قوية. لما بينزل ياخد الفريسة بتاعته، يعني الصيد عنده بس مش مجرد ياكل ويتعايش، لا، ده برضو فن وهواية وبرايد واحترام. بياخد الحاجة الحلوة النظيفة القوية. الأسد نفسه بيشوف حاجة ضعيفة يقوم شاددها عادي، أي فريسة. لكن الإيجو مبيعملش كده، مبياخدش غير أحسن حاجة. ولما الأيام بتبقى صعبة على الإيجو، بيقوقع مع نفسه كده ويبقى عنده اختيارين: يا يروح بقى لحاله ويموت وبتاع، يا يبدأ يقوي نفسه بنفسه تاني and restart ويطلع أعلى من قبل كده. ف يا رب يكون يعني أنا هقعد أهو وأنا مستنية طرزان أراجع حساباتي تاني وتالت ورابع. وطبعا هحاول أروح الجيم. طبعا جيم مين؟ أنا رحت الجيم من يومين، حاولت استرجع اي نوع من انواع البتاع وقعت. فدي كسرتني، دي تعبتني، عشان انا ما احبش يعني حتى الجيم. يا لهوي، دي الحاجه الوحيده اللي ليا، بس الحمد لله لا، في تفاؤل يعني. المهم the point is if you wanna take anything from me، خليك طيب مع الناس.